اهلا بيكم. معاكم دينا خلاف لايف كوتش من اولى حلقات مفاتيح رحلتي. هنبدا النهارده مع بعض رحله وهي انا مين، عشان اقدر ان انا اعرف نفسي واتعمق في حياتي واستمتع برحلتي. محتاج الاول اعرف انا مين بالظبط، كاني معايا طياره وهسافر بيها، بس عشان اسوقها محتاج اعرف المفاتيح اللي جواها لايه، محتاج اعرف خبايا الطياره، محتاج اعرف لو حصل عطل اشغله ازاي، واشغل الطياره ازاي، واقف ازاي، واهبط بالطياره امتى. فانا عشان اتعمق في رحلتي واخد جولة في رحلتي صح واعيش الحياة صح واوصل لاهدافي، محتاج ان انا اعرف ذاتي الحقيقية. يعني ربنا لما خلقنا يا جماعة خلقنا حاجة عظيمة، حاجة قوية، يعني حاجة ليها قيمة، وانت بتستمد دايما قيمتك من اللي خلقك. يعني هو سخر لك الكون ده كله عشانك انت، فانت حاجة كبيرة وحاجة عظيمة، هو بيحبك جدا. معنى انه خلقك، هو خلقك لرسالة معينة ولهدف معين. محتاج ان انا احط ايدي على حاجات معينة عشان ابدأ اكتشفها، واحنا مع بعض هننور الكشاف على حاجات جوانا هي ضلمة من زمان ومش عارفين نوصل لها. ندخل بالعمق اللي جوه انا مين، ولا معناها اسمي ولا منصبي ولا شغلي ولا اي حاجة. ده معناه الظاهر بتاعي. انا مين، شغلي ومنصبي، ده الظاهر بتاعي اللي هو العقل بتاعي وافكاري. نركن ده على جنب خالص. اول حاجة هناخد غرفة مغلقة او مكان هادئ بحب اقعد فيه مع نفسي، وامسك ورقة وقلم وابدأ اهدى وسكن نفسي خالص، وابدأ اسأل نفسي انا مين، يعني ايه نقاط القوة اللي عندي، ايه اللي بيحركني وبيخليني اشتغل، وايه اللي بيحفزني وايه اللي بيشجعني. طب ايه نقاط الضعف اللي عندي، ايه اللي بيوقفني، ايه المخاوف اللي جوايا اللي ممكن تخليني ما اقدرش اوصل لاهدافي، تعرقل حياتي. في جوانا كل واحد جواه مخاوف معينة من حاجة معينة. اقعد مع نفسك واهدى وابدأ شوف مخاوفك ايه اللي ممكن يوقفك، واكتب كل مخاوفك وخليك صريح مع نفسك. بعد كده شوف ايه الفرص اللي قدامك اللي ممكن تخليك تعزز من نقاط الضعف اللي عندك وتقويها عندك. ايه التحديات اللي ممكن تقابلك؟ هل هي تحديات خارجية، الناس والبيئة اللي حواليك، ولا تحديات داخلية جوه نفسك؟ وابدأ تعمق واعمل صوات لحياتك. زي ما الشركات الكبيرة بتعمل صوات لأهدافها، انت أهم هدف. انت نفسك ده أهم هدف. فاعمل ايه؟ اعمل صوات لحياتك، اعرف نقاط القوة، اعرف نقاط الضعف، اعرف الفرص، اعرف التهديدات اللي بتواجهك وبتقابلك في حياتك. تاني حاجة عشان اعرف نفسي كويس، ابدأ خبط على البيبان اللي حواليك، الناس القريبة منك فعلا، الناس اللي بتحبك، سواء عيلتك سواء اصدقائك، المراية بتاعتك. هتعرف نفسك عن طريق سؤالك ليهم. ايه اكتر حاجة بتميزني شايفينها حلوة فيا، ايه اكتر حاجة شايفينها عيب فيا. وخد من 3 4 5 اقرب الناس ليك وشوف هم بيقولوا عنك ايه، او شايفينك ازاي، الصورة اللي باينة ليهم ايه هي. وطابق الجزء اللي انت كتبته مع نفسك مع اللي هم قالوه، وشوف انت فعلا واقع في ايه، وابدأ طور نفسك وحفز نفسك انك هتتشجع وهتطلع احسن من الصورة اللي انت شايفها. لان رحلة الحياة هي رحلة تطوير ذاتي. انا لازم استمتع برحلتي، لازم اعيش الرحلة وانا معايا الادوات بتاعتي اللي تخليني اعدي واوصل لاهدافي وانجح. انا جاي الحياة مش جاي عشان ادرس واتجوز واشتغل وبس. انا ليا رسالة، كل واحد فينا ليه رسالة وليه موهبة. ربنا حط جواك حاجة عشان تأدي رسالتك. اعرف ايه الكنوز اللي جواك وابدأ طلعها، واشتغل على كل نقطة ضعف عندك، وابدأ قوي اي حاجة عندك وعززها، سواء شايفها مخاوف سواء شايفها حاجة خارجية او داخلية، واشتغل عليها صح. هتبدأ تلاقي نفسك صح، هتشوف نفسك بصورة حقيقية. والرحلة يا جماعة هي مش سهلة، هي ممتعة. هنقول هي محتاجة مني استمرارية، محتاجة ان انا اشتغل على نفسي اكتر. تعمق مع ذاتك. ما ينفعش ان انا امشي مع حد وصاحبه واحبه من غير ما اعرفه. فانا عشان اعرف نفسي، عشان احب نفسي، لازم اعرفها كويس، لازم ادرس نفسي كويس عشان اقدر انجح واقدر اكمل في رحلتي. اتمنى تكونوا استفدتوا. وفعلا يا جماعة امتع حاجة هي معرفة النفس. كلنا محتاجين نعرف نفسنا، نبعد عن التشتيت، الافكار الخارجية اللي جايه لنا من بره، نوقف شلال الافكار ده ونبدا ناخد هدوء وسكينه
مع نفسنا، لان نفسك ليها حق كبير عليك. وخليك دايما عندك شفقة بنفسك، ما تكونش جلاد بنفسك. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا جدا.